السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن اول حاجه في ديزاين باتر، ويفضل ان احنا نبدا بالسوليد برينسيبلز بسبب ان هي الاساس بتاع ديزاين باتر. تمام، ومفيده جدا في الشغل بتاعك فيما بعد، لان هي بتعتمد على ان الكود بتاعك يكون سهل في القرايه، قابل للتعديل، قابل للاضافه. الكود متقسم يعني، او معنى صح مكتوب بطريقه كويسه بحيث ان لكل حاجة مثلا وظيفة واحدة أو حاجة زي كده. وهنفهم طبعا كل الكلام ده أثناء التقدم بتاعنا وأثناء الشرح. تمام، هنشرح النهاردة أول حاجة وهي السنجل responsibility principle. تمام، يعني كل كلاس يكون ليه شغلانة واحدة بس. يعني ايه مثلا؟ ان انا يكون عندي مثلا الكلاس ايه اللي ينفع احط الحاجة في الكلاس وايه اللي ما ينفعش احطها في الكلاس وهكذا. تمام، طيب خلينا في الاول ان انا هعمل مثلا كلاس، مثلا هسميه جورنال، ده كأول كلاس مثلا ليا. سوري. تمام، خلينا مثلا ان انا هعمل ماشي، خلينا نمشي معاه ونشوف نصحح اللي احنا عايزين نصححه. طيب اول حاجة ان احنا عملنا ليست، الليست دي برايفت وفي نفس الوقت عندي كاونت برايفت. تمام، يعني بمعنى صح انا بس ايه، انا عايز ان هو يكون التعامل بيني وبينه بجيت وست، زي ما اتكلمنا قبل كده في ان اساس الديزاين باترن ان احنا نكون فاهمين الانكابسوليشن كويس، عشان خاطر هنحتاج الاو او بي بشكل قوي جدا فيها. تمام، فاحنا دلوقتي عندنا الانتريز اللي هي هتشيل كل الليست بتاعت الجورنال. تمام، وعندنا الكاونت اللي هيقول لي دول في حاليا كام كام جورنال في، او كام انتري في الليست دي. تمام كده. طيب بعد كده اد، ان انا بقول له اد هنضيف الكاونت ونقطتين كذا بحيث ان هو كنوع من انواع الاندكس شويه. تمام، وبعد كده ريموف انتري وتو سترينج. الطريقه دي في التو سترينج دي طريقه ان انا بعمل بس ان انا بعمل جوين. تمام، ان انا اخلي الانتريز دي يتلف عليها كلها. تمام، ويتحط ما بين كل اوبجكت والتاني جوه الانتري نيو لاين. تمام، ويطبع لي الانتري دي ايه في السترنج، وهنشوف الشكل بتاعها هيطلع ازاي بعد ما نخلص. تمام، طيب بعد كده نيجي هنا عند الريموف انتري. الريموف انتري بيتشيك على الاندكس ان هو مش اقل من الصفر، في نفس الوقت مش اكبر من الكاونت، علشان خاطر يبقى الاندكس صحيح، ولو غلط يبقى ايه هرجع invalid entry index. ولو كان الاندكس صح هقول له ايه امسح. طبعا الطريقه دي في المسح مش صح. تمام، او ما انا صح ساعات بيحصل فيها مشاكل فكره ان انا امسح عند اندكس معين، لان ده بيلخبط الاندكس كلها بتاعت الليست. فيفضل ان انا لما اجي امسح بريموف بس مش بريموف اد. دي حاجه للناس اللي بتشتغل سي شارب. تمام، طيب بعد كده عندي هنا في الانتري خلينا مثلا نعمل ان الريتيرن تايب هيبقى انت، وهقول ان انا هعمل ريتيرن للكاونت. تمام، دي حاجه اسمها مومنتو تقريبا يعني، عشان بس ما بقاش غلطت في الاسم. دي نوع من انواع الادزام باترن يعني، هنتكلم عليه ان شاء الله قدام. تمام، كده احنا حطينا الحاجات دي. ممكن مثلا احنا نضيف فانكشن تاني زي مثلا برضو هو كاتبهم ماشي. ده فيرجن 22 يعني، انا مش مستخدم اي اي في الموضوع. ان انا مثلا هعمل سيف للفايل ده، فهاخد مثلا المسار بتاع الفايل وهندل الفانكشن تو سترينج، فهو هيعمل ايه ريتيرن لل السترينج بالمنظر ده عشان خاطر هو يطبع بشكل مباشر في الفايل ده. تمام، ممكن برضو نعمل اللود برضو. هو في حاجة غلط. آه، هو بيحس بيا تقريبا. ممكن مثلا نعمل اللود نفس الكلام، ان انا هاخد الاوبجكت ده من فايل معين وبرضو ايه هخزنه. تمام، ممكن برضو نعمل لود. لا هو كده كتير، هو انت كده قاريني تقريبا. طيب هو كده احنا هنا بنقول لود، هنعمل لود مثلا من اليو ار اي معين، فهي نفس الطريقه. بس هي مش عايز اكتب فيه حاجه، انا مجرد بس هكتبه كده، هسيبه فاضي. تمام، بس واحنا كده مثلا ممكن نبدا نشتغل هنا، نقول مثلا والله ان انا هعمل اوبجكت من الجورنال ده. I've learned single responsibility principle today. Simple journal class. اوكي. Write line journal. بعد كده هيعمل سيف للفايل ده، وهيكتب ان احنا حفظنا الفايل ده من entry 1 and entry 2. ماشي، احنا ممكن نعمل حركة اسهل من دي، بدل ما انا اكتب السطر ده
اهم حاجة name process dot start. مش لازم بقى اكتب كل ده، هي process dot start وبس. ماشي خليها طيب خلاص، عشان خاطر هو ممكن يكون تايه شوية. طيب خلينا مثلا كده احنا نجرب. تمام، ادي الفايل اللي احنا كتبنا فيه رقم 1 كذا، رقم 2 كذا. تمام، وهنا ادي هو طبع لي الحاجات بنفس الترتيب. كده انا مش مستخدم سنجل ريسبونسبيلتي. ليه انا مش مستخدم سنجل ريسبونسبيلتي؟ لان هنا المفروض الاوبجكت او الكلاس ده سوري بتاع الجورنال يبقى ليه ريسبونسبيلتي في ان هو يضيف يعدل يمسح على الحاجه اللي تخصه بس. يعني معنى اصح الاتنين دول، او معنى ادق اكتر دي بس. تمام، ليه؟ لان انا خلاص الكاونت ده هيعتمد على العدد بتاع الانتريز، فهو ملوش دعوه بحاجه زي كده. فهي دي النقطه، بحيث ان انا دلوقتي لما يقول لي مثلا سيف، لا سيف انا بتعامل مع كلاس تاني اللي هو كلاس فايل. لود برضه هتعامل مع فايل، لود التانية بتعامل مع اليو ار اي، وبرضه بتعامل مع مثلا لو كان ده فايل او حاجه زي كده. فده ما ينفعش ان انا يكون عندي الكلاس في اكتر من حاجه انا بتعامل معاها. طيب علشان افادي انا حاجه زي كده، احنا في الاول تعالى نمسح دول ممكن كده مش لازمه، وناخد ده مثلا على جنب دلوقتي. ويبقى كده انا الكلاس بتاعي ما فيهوش غير ايه؟ الشغل اللي هيحصل على الانتريز بس، ما فيهوش اي شغل عن اي حاجه تاني. تمام، وهاجي هنا اعمل كلاس جديد. تمام، ماشي. هو هنا دلوقتي انا مش عايز دي خلاص. هو هنا دلوقتي ايه؟ راح خلاص هيعمل الفايل ده اللي هو اللي انا هبعت له المسار بتاعه بنفس الطريقه دي بالظبط. وبعد كده هيروح مخزن في الجورنال ده دوت تو سترينج. تمام، ممكن هنا كمان نعمله ستاتيك، مش محتاجين قوي فكره ان هو يكون مربوط باوبجكت معين. تمام، هنكتب هنا ايه؟ ان هو journal prestance dot save. تمام، وهنبعت له اول حاجه الجورنال نفسه اللي احنا شغالين عليه، وبعد كده هبعت له السترينج. ثواني، مش هي اسمها سيف تو فايل سوري. تمام كده، بس كده انا دلوقتي قسمت بقى عندي الكلاس ده اللي هو جورنال بريستنس. في نفس الوقت احنا بقى لو هناخد بقى الشغل اللي هو بتاع مثلا بوليمورفيزم او اي حاجه زي كده، احنا مش شرط ان احنا يبقى عندنا الجورنال بس اللي بيتبعت. لا، انا عندي بشكل عام ان انا هبعت لك اوبجكت وهبعت لك الفايل، وممكن كمان نضيف على الفايل ده فكره الاوفر رايت. يعني مثلا نكتب هنا بول اوفر رايت. تمام، ايكوال مثلا فولس، بحيث ان هي يبقى بتاع دي اوبشنال. تمام، وهنا نعمل مثلا تشيك ان هو الفايل ده اكزيست. لو الفايل ده مش موجود، تمام، وان هو مش اوفر رايت، يبقى في الحاله دي ايه؟ انت ايه؟ خلاص هتكتب مثلا عايزين نبعت هنا الفايل نيم. تمام، ان انا بقول له الفايل ده مش موجود، او ان هو كده كده ايه؟ اوفر رايت معموله فولس. ففي الحاله دي هتخش تكتب على طول علشان خاطر بس ما نخشش في اي ايرور ممكن يحصل يعني. تمام، طيب كده انا حققت المبدأ بتاع السنجل ريسبونسبيلتي، ان انا بقى عندي الكلاس بتاع جورنال مختص في الانتريز بس، الكلاس بتاع جورنال بريستنز مختص ان انا احفظ الحاجه دي في فايل معين. وزي ما قلنا برضو ان انا ممكن ده يبقى عندي بشكل عام، وان انا اغير الجورنال دي مثلا لاوبجكت او لاي انترفيس عندي شايله مثلا حاجات كتير، وايه، وهيطبع كل حاجه بنفس الشكل ده بالظبط. تمام، بس كده دي فكرة السنجل ريسبونسبيلتي. اتمنى تكونوا فهمتوها، وان شاء الله الكود ده هيبقى موجود في ريبو، موجود عندي على الجيت هاب، بحيث لو حد عايز يراجعها او حد يبص عليها هيلاقيها موجودة عنده ان شاء الله. تمام، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.